أساسي طبعًا على أي مائدة سحور يعني، الطعمية الحلوة المصري بتاعتنا ديّة اللي معمولة من الفول المدشوش، وكمان طبق الفول كده اللي بالزيت الحار والطحينة اللي بيمسك البطن دوّة طول اليوم. تعالوا بقى نعملهم النهارده كده بكل تفاصيلهم بتاعة المطاعم ومن غير تفاصيل كتير. يالّا نخش في الوصفة على طول، بس حطّي لايك قبل ما نبتدي. أول حاجة كده دوّة فول مدشوش أنا نقعته لحد ما بقى يقطم كده معايا. وجبت ربطتين كرات غسلتهم كويس وكمان قطعتهم. امشي معايا بالتفاصيل كده عشان ما تبوظيش الكبة بتاعتك. اول حاجة كده هتحطي الكرات في قلب الكبة، تبتدي ان انتي تفرميه. ده ليه؟ عشان يطلع المادة الكلوروفيل اللي فيه، اللي هتخلي الطعمية بعد كده معانا خضرة. يعني ما تفرميش الفول الاول، لا افرمي الكرات كده، اديله فرمتين كده في الاول، مش هنعمه قوي احنا، بس نديله ضربتين كده. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحط عليه كده بصلاية حلوة متوسطة، وكمان 3 4 فصوص توم كده مفرومين، وهنضرب تاني. بتوع الطعمية بيعملوا كده، بيحطوا في الحجر الكبير دوت، اللي انا مش عارفة اسمه، اللي عارف اسمه يكتب لي في الكومنتات تحت. بيحطوا الاول الخضرة والحاجات دي، وبعد كده يبتدوا يحطوا الفول واحدة بواحدة. بصي انا حطيت كمية فول صغيرة ازاي، هخلطها الاول وبعد كده تبتدي تزودي. ما تحطيش كله مرة واحدة، هتلاقي الدنيا اتكركبت معاكي، وهتلاقي الفول كده بدأ يحصون معاكي ومش بيتفرم كويس، والخضرة راحت في حتة والفول في حتة. امشي على التفاصيل ديت بالظبط كده، هتخلصي الدنيا بسرعة. ابتديت كده احط تاني هو شوية صغيرين بشوية صغيرين، وابتديت افرم تاني. لو انت اول مرة بتشوفوني، انا اسراء من قناة مطبخ جرلين. اسراء واماني، اشتركوا في القناة وحطوا اللايك يلا قبل ما تنسوا، ويلا نكمل وصفتنا. زي ما انتوا شايفين كده، كل شوية ازود حبة صغيرين. انتي بقى على حسب سعة الكبة بتاعتك. كده كده في الاخر كل دوت هنفضيه وهنرجع تاني نحطه شوية بشوية. زي ما انتي شايفة كده انا حطيت نص كوباية من المية، على حسب بقى الكمية اللي انتي بتعمليها. يعني دوت كان نص كيلو فول مدشوش. انتي بقى هتكتري هتقللي، هتبتدي ان انتي تلعبي في الكمية زي ما انتي عايزة. هتحطي بقى كده، بعد ما حطيت نص كوبايه الميه اديت فرمه وفضيتها، ابتديت ان انا احط تاني شويه بشويه، بحيث ان هي تدي معايا كده فوليوم، وتدي معايا ما تبقاش يعني ايه، مكتومه. وفي نفس الوقت اتاكد ان كل حاجه تجانست مع بعض كويس. ورجعت تاني زودت اهو شويه بشويه. لو انتي الكبه بتاعتك اصغر من كده شويه تحطي كميات اصغر، ولما تيجي تفرمي ما تحطيش كله مع بعض. بصي بقى طلعت كده حلوه ازاي، زي بتاعة برّه. أنا لا حطيت خضرة ولا حطيت بقدونس ولا كزبرة، وحتى التوابل ما حطيتهاش. إحنا هنخزنها في الفريزر عشان رمضان. لو حطيتي ملح، الملح هينزل المية بتاعة الفول، والمية بتاعة الخضرة أو اللي هو الكرات يعني هيغير التركيبة بتاعة الطعمية، تيجي تقليها كده يعني لما تيجي تفك تلاقيها فصلت عن بعضها. ده كده شكلها بقى طلعت 6 أكياس ما شاء الله حلوين جدا. أنا خزنتها في الفريزر وبعد كده طلعت كيس عشان أوريكم هعمله ازاي. بعد ما طلعته وفك، حطيت عليه كده نص معلقة ملح وكزبرة ناشفة، طبعا روح الطعمية كزبرة ناشفة وكمون. وأهم تركاية، بيكنج باودر أو بيكربونات الصوديوم، عشان خاطر ما تبقاش مكتومة معاكي. طلعت بالشكل التحفة ده. ندخل بقى على الفول على طول عشان ما نطولش الفيديو. أنا كده جبت الفول ونقعته في ميه عاديه جدا، معاه معلقه سكر ونص ليمونه. طب ايه لازمه معلقه السكر ونص ليمونه؟ بصي كده كميه الفول تضاعفت بشكل. انا غيرت له الميه مره، يعني سبته ليله كامله وغيرت له الميه مره واحده بس قبل ما اعمله كده بساعتين، عشان خاطر ما احسش بطعم السكر يعني. وزي ما انتي شايفه كده، ما ينفعش ان انتي تملي القدره. انا عامله كميه مش كبيره، يعني دوت ربع كيلو بس فول، لان انا اصلا خزنت الفول، بس قلت عشان اصوره معاكم. وحطيت عليه معلقتين من العدس ونص معلقة من برضو بيكربونات الصوديوم، وحطيت عليه مية مغلية وحطيته على النار. وبعد ما غلي كده كويس، قمت جايه حطاله الشياطة دي، سبته كده. وبعد ساعتين رجعت ضفت له معلقتين عدس كمان. ودلوقتي بقى قبل ما يعني قبل ما ميته تنشف بتزوديه، بس كل ما تزوديه زوديه مية مغلية. ضروري جدا لازم تكون المية مغلية عشان ما يسودش معاكي. دلوقتي بقى ضفت له معلقة من الثوم قبل ما يستوي بساعة واحدة. طب هو خد معاكي قد ايه على النار؟ بياخد من 6 ل7 ساعات لحد ما يبقى كده زبدة خالص يعني. وحطيت له كمان معلقة من الفلفل الأحمر.
بصي طالع فاتح وحلو جدا. بس الطبيعي ان هو بعد ما بيطلع من القدرة لازم يسود شوية، اصل هو فول فلازم بيسمر. حطينا له كده شوية كمون وحط له كمان شوية كزبرة ناشفة. طب ليه هو بيسمر؟ ليه بتاع بره مش بيسمر؟ هقولك دلوقتي بس حطيت الكركم. خليني امشي معاكم بالخطوات مرغيش كتير. يبقى انا كده حطيت كركم وكزبرة ناشفة وكمون وقلبت وسبته بقى. كان في اخر كده نص ساعة. بص بقى طالع حلو كده وتحفة، ويعني زي الزبدة. 7 ساعات على النار، على نار زي الشمعة. ليه بقى بيسمر؟ لان هو يعني بيتأكسد. انتي لو جبتي مثلا تفاحية وقسمتيها هتسمر، بتنجانية نفس الوضع. طب ليه بتاع بره مش بيسمر؟ لانهم بيحطوا له لون. طبعا انا كنت ممكن احط له لون بقى في الكواليس وكده واوريكم شطارتي ان انا مش بسمر الفول، بس ده مش طبيعي ومش حقيقي. وبعدين ما يأذيكيش في حاجه، يعني لونه الاسمر المهم طعمه. دلوقتي بقى اعملك تحبيشه حلوه كده للفول، عباره عن توم وفلفل احمر وليمونتين كبار كده حلوين وشويه خل محترمين وملح وكزبره ناشفه، وطبعا الكمون عشان خاطر تخزنيها كده في الفريزر مع الفول اللي هتخزنيه رمضان، بحيث ان انتي تطلعي تقومي جايه حاطه معلقه كده من التحبيشه دي، وتحطي بقى شويه الطحينه. لو هتزودي مثلا شويه ملح، شويه ليمون زياده، شويه خل زياده، والسلام بقى على شويه كده زيت حار، او حتى لو زيت عادي لو مش بتحبي الحار. وتبقي كده حتى شلتي هم ان انتي تقعدي توضبي الفول بتاع السحور. زي ما انتي شايفه قوامه معانا تقيل وحلو. حطينا له طحينه وظبطناه وعملنا كده الفول والطعميه. انا كده خلصت، طالع معايا حلو قوي. خزنيهم في الفريزر، رمضان شهر كده عباده، ما تضيعيش وقتك. وشكرا على حسن متابعتك. لو لسه ما حطيتيش اللايك او ما اشتركتيش اشتركي وحطي اللايك.